احنا في تونس كي تحط الماكله نقولوا هيا وبسم الله، هيا وبسم الله يا جماعه. وصفتنا لليوم مسفوف زمني بالرمان والمكسرات والدقله. يلا نبداو مع بعضنا. في وعاء ناخذ 500 جرام من المسفوف، نكسكسوهم بقليل من الزيت بالطريقه اللي تشوفوا فيها. نستمر في عمليه التكسكيس بالطريقه هذه لمده دقيقتين ثلاثه. نخليه الزيت يتوزع على كامل الكسكسي الموجود عندنا، وفي الاثناء نخلي الكسكس نتاعنا جاهز. نخليه ماء يغلي ونضيف عليه حبتين ليمون شرائح، وفي الماء هذا نضيفوا له شويه عطرشيه باش تعطينا نكهه ورائحه بسم الله ما شاء الله. نخليه المسفوف نتاعنا يطبخ عن طريق البخار لمده 20 دقيقه. بعد 20 دقيقه نحيو المسفوف نتاعنا، نضيف عليه قليل من الماء ونعاودوا نخلطوه بطريقه جيده جدا، ونرجعوه في الكسكاس لمده 15 دقيقه. بعدها نكونوا تحصلنا على المسفوف نتاعنا جاهز. نحطوه في وعاء ونضيف عليه الماء اللي بالعطرشيه، ونحط عليه قليل من الزبده ونخلطوه بطريقه جيده جدا. نخليه المسفوف يبرد شويه، وفي الاثناء نحضروا المكسرات نتاعنا. انا اخترت نقلي المكسرات في السمنه، انتم تقدروا تعملوها في الزبده او في الفرن. المسفوف نتاعنا بسم الله ما شاء الله، نضيفوا له مكسرات، نضيفوا له الرمان، نضيفوا له ملعقتين من السكر وحبات من التمر، ونخلطه بطريقه جيده. هكا تكونوا تحصلنا على احلى سحور، حاجه زمنيه وتقليديه. لو مش متابعنا في صفحتنا في التيك توك، صفحتنا في الانستغرام، قناتنا في اليوتيوب، يلا تابعنا، ايش تستنى؟ انا اخترت نقدمه بالطريقه هذه، كل شخص يقدر يقدمه بالطريقه اللي يحبها. خليونا ارائكم في التعليقات.